طقوس السحر الأسود كتعتبر بالنسبة لمجموعة من الدول الإفريقية عادات وتقاليد اللي ما عمرهم غادي يقدروا يتخلوا عليها، بل أكثر من هذا، فهي كتعتبر مسألة حياة أو موت. وبالنسبة لهم هذا الشيء كتعتبر الحقيقة المطلقة. وفي هذه الحلقة هذه بالضبط غادي نسلطوا الضوء على سحر الفودو الأسود، وشنو كيعني وكيفاش هاد الناس هادو كيتمكنوا وكيقدروا يخليو الشيطان كيرقص قدام واحد المجمع كبير بزاف من الناس. نوع من انواع السحر الاسود كيتسمى بسحر الفودو كيستعملوا في مجموعه من الاشياء الخبيثه. هاد الناس هادو كيسخروا مجموعه من الشياطين باش يقضيو لهم مجموعه من الاغراض. فاليوم جينا نطريطيو هذا الموضوع هذا دو ا جوسكا زد، وغادي نعرفوا واش بصح سحر الفودو كاين ولاي درجه هذاك الشيطان غادي يقدر يساعد هاد الناس هادو باش يحققوا ويوصلوا للمبتغيات ديالهم، واش هو بصح كاين ولا مجرد خرافه، وإلا كاين فشنو هو الغرض من هذا السحر هذا، وشنو هاد الناس هادو يقدروا يستافدوا منه. سحر الفودو هو واحد من انواع السحر الاسود، وهذا السحر هذا خطير وخطير بزاف. وهذا النوع من السحر هذا هو اللي كيتعاملوا فيه مع الشيطان مباشره. كيقولوا ان هذا النوع من السحر هذا قديم وازلي فوق الارض، لدرجه انه مجموعه من العلماء ومجموعه من الناس اللي كيبحثوا في هاد الحويجات هادو كيقولوا باللي ما لقاو حتى شي حاجه كتبين القدم ديال هذا السحر هذا، والحاجه الوحيده اللي كيقدروا يقولوا عليه باللي هو ازلي في الارض وموجود منذ الاف السنين، بل من كثره القدم ديالو كينسبوه لنزول الشيطان اول مره للارض. هذا النوع من السحر هذا ماشي مجرد سحر عادي او سحر اسود عادي، ولكن هذا النوع هذا من السحر اللي كيتسمى بالفودو راه تعتبر ولا عباره عن ديانه اللي كيامنوا بها بزاف ديال الشعوب وبزاف ديال التجمعات الافريقيه، واللي كيتواصلوا فيها مباشره مع الشياطين وكيقدموا لهم مجموعه من القرابين باش هذوك الشياطين كيتقربوا من دوك الناس وكيقدروا يوصلوهم كاع الحويجات الخبيثه اللي كيدوروا في دماغهم. هذا النوع من السحر هذا كان سحر عادي حتى نهار زغب الله الاوروبيين وقرروا انهم يمحيوا اي ديانه واي تجمعات ديال هاد الافارقه هادو من بعد ما استعمروا البلدان ديالهم، وبغاو يمحيوا كاع الديانات ديالهم باش هاد الناس هادو ما تكون عندهم حتى شي غرض او حتى شي حاجه يبغيو يدافعوا عليها ويبغيو يحاربوا لاجلها. ولكن هاد الاوروبيين هادو للاسف غير جبدوا عليهم النحل، وهاد الافارقه هادو ما قرروا الا يتجمعوا بعضياتهم ويقرروا انهم يحاربوا على وديد ديك الديانات. كيف ما كتعرفوا ان الافارقه كيعيشوا في مجموعه من التجمعات، هادوك التجمعات غادي يتجمعوا واي واحد عنده شي عاده وشي تقليد او شي تقاليد سحريه فهما قاموا بالكوميلاسيون ديال هذوك الانواع ديال السحر كامله. وهنا غادي يتجمعوا هاد الانواع ديال السحر كاملين وغادي يعطونا اخطر انواع السحر الاسود، سحر الفودو. في هذا الفيديو هذا جيت غير باش نقربكم هذا النوع من السحر هذا، وبالخصوص في هذه المقدمه هذه بغيت غير نعطيكم واحد الباك جراوند باش نزيدوا نغرقوا وندخلوا في الدق الصحيح. وبالدمج ديالهم لهاد الانواع ديال السحر هادو خلاو الاوروبيين غا حالين فمهم وما فاهمين حتى شي حاجه وكبر عليهم الطرح بزاف. فدابا غادي نجاوبوا على واحد السؤال هو من الاسئله المجهريه او الجوهريه ديال هذا الفيديو هذا، هو شنو هذا النوع من السحر هذا يقدر يدير، شنو الحوايج اللي كيستافدوا منه هاد الناس هذا. غادي ندويو معكم على اول نقطه من هذا الموضوع هذا الا وهي رقصة الشيطان. كيف ما كتشوفوا ان مجموعه من التجمعات ديال هاد الافارقه وبزاف منكم غادي يكونوا طاحوا لهم هاد الفيديوهات ديال مجموعه من الافارقه مجموعين بحال شي موسم ودايرين واحد الحلقيه، وكيشوفوا في مجموعه من الناس اللي كيدخلوا هما الاولين كيبداو كيقوموا بالرقص
كيرقصوا شويه كيدخل واحد السيد، وهذاك السيد اللي كيدخل راه هو اللي كدور عليه هذه الحلقيه هذه، هو المنظم ديالها، هو الساحر ديال هذه القبيله هذه. هذاك السيد كيدخل وفي يديه واحد الدميه، هذه الدميه كتسمى بدميه الفودو، كيحط ديك الدميه وكيقوم باطعامها مجموعه من السحر او كيرش عليها داك السحر. من بعد كيمشي وكيجيب واحد الكومه من القش كبيره بزاف. هذيك الكومه من القش كيحطوها فوق ديك التمثال الصغير ولا ديك الدميه ديال الفودو. هنا هذيك الدميه كتبدا كتحرك شويه، مورا ما كيتحرك داك الكومه من القش الكبيره، هاد الناس هادو كيتاكدوا وكيعرفوا باللي الشيطان حضر. بزاف منكم غادي يقوموا بتكذيب هذا الفيديو وغادي يقولوا باللي ويلا راه غيكون غير شي واحد اللي تحت من هذيك الكومه من القش هو اللي كيحركها بديك الطريقه. غادي نقول لكم انه الا فكرتوا بهذه الطريقه هذه فالكره ديالك ما ضرباش لبرا صديقي، ولكن راك زلعتيها لعند ابعد موصوصات برا التيران. في مجموعه من الفيديوهات كيبانوا ان ديك الكومه من القش كتقلب، والحاجه الوحيده اللي كتكون تحت من ديك الكومه من القش هي هذيك الدميه ديال الفودو اللي كيقوموا باطعام هذاك السحر. وخرجوا مجموعه من الفيديوهات اللي كيقوموا بالتوثيق ديال هذوك اللحظات من دو ا جوسكا زد، يعني ملي هذاك الساحر كيدخل وكيلقى دوك الناس كيرقصوا، هنا كيبدا كيقوم بالاطعام ديال ديك الدميه. هذيك الدميه كتاكل بحال شي بشر عادي. هنا كتبدا القصه ديال رقصه الفودو او رقصه الشيطان. بزاف منكم غادي يسول هذا السؤال هذا في هذه البلاصه هذه بالذات، غادي يقول ولكن شنو الغرض من تحضير هذاك الشيطان، وشنو الغرض ديال هذا الساحر هذا من تحضير هذاك الشيطان اللي كيقوم بالرقص بهذيك الطريقه الجنونيه وبهذيك السرعه الهائبه والمهيبه. غادي نقول لكم بلي هذاك الشيطان ما جايش باش ينشط، وان هذاك الساحر الغرض ديالو ماشي هو انه يفرج هاد الناس هادو، ولكن من بين دوك الحضور كاين واحد السيد هو المطلوب، وكاين واحد منهم غادي يموت بامر من الساحر. بل اكثر من هذا، في بعض من المرات هذاك الساحر ما كيقدرش باقي يتحكم في هذاك الشيطان اللي كيتم المناداة عليه باش يقوم بديك الرقصه. هذاك الشيطان كيمشي وكيقدر يقيس الجمهور كامل وكيقدر يقيس الحضور كامل. فإلا انت مثلا صديقي، الا انت كنتي في احد الدول الافريقيه بحال هكا ومشيتي زياره اليوم ولا شي حاجه، هنا كتوقف وكتكتشف انه هاد الناس هادو كيقوموا بهاد التقاليد هادو الغريبه، واش غادي تجلس حداهم وانت في دماغك انه هذاك الشيطان يقدر يقيسك؟ انا في بلاصتك صديقي ما غنوقفش حداهم. الحاجه الثانيه واللي غريبه وكتخلع واللي يقدر يقوم بها سحر الفودو فهو تحضير الزومبيز. تحضير الزومبي بالنسبه لكم كتشوفوا غير في الافلام وفي هذوك الشخصيات اللي كيبقاو كيديروا بحال هكا بلا عقل وكيكونوا غاديين في الطريق وكياكلوا اللحم ديال البشر وكياكلوا كل شيء. ولكن بزاف منكم غادي يسولوا ولكن كيفاش كيقدروا يحضروا الزومبي؟ دونك الا بغيتي تحضر الزومبي كتخصك جثه. اكزاكتومون نفس البلان. هاد السحره هادو او الناس المتمكنين من هاد السحر ديال الفودو الاسود كيمشيو وكيقصدوا المقابر وكيخرجوا جثه قبل ما تكمل 40 يوم من الوفاه ديالها، كيخرجها وكيوكلها مجموعه من الحويجات وكيقوم بالرش عليها مجموعه من المحاليل او المحلولات السحريه، وكيقرا عليها مجموعه من الطلاسيم ومجموعه من التعاويذ. هنا كيعاود يرد ديك الجثه كيف ما كان وكيرجع لدارو بحال حتى حاجه ما وقعات. هذيك الجثه في منتصف الليل كتجي وكتدق على داك الساحر وكيحل لها الباب، وهنا كيقدر امرها بالحاجه اللي بغا. وهاد السحرة هادو فممكن لهم انهم يقوموا بانشاء جيوش كبيره بزاف، وهاد الجيوش هادي فغتقوم بالخدمه ديالهم. بزاف منكم غادي يسولوني ولكن كيفاش صديقي واش بصح هاد الساحر يقدر يدير هاد الشيء؟ ولكن علاش ما كنشوفوش هاد الشيء؟ غنقول لكم باللي الدول اللي كيكون فيها سحر الفودو فهم محرمين ومجرمين اي حاجه عندها علاقه بهاد البلان هذا بالضبط، وبالخصوص الزومبي كيحرموا انهم يقوموا بهاد الاعمال الخبيثه هادو، وكيسجنوا هادوك السحرة اللي كيقدروا او كيبغيو يوصلوا لهاد الحويجات هادو، او كيقتلوهم ولا كيديروا لهم تعذيب ولا شي حاجه. وكيف ما كتعرفوا باللي كل ممنوع مرغوب، بزاف ديال السحرة هذه هي لاطاش ديالهم وهذه هي الحاجه اللي كيبقشوا فيها وكيبغيو يوصلوا ليها، كيبغيو يديروا جيوش ديالهم من الزومبي. بزاف منكم غادي يسولوني ولكن هذوك الناس اللي كيقوموا بالتحضير ديالهم كيفاش البلان ديالهم؟ واش كيكونوا عاقلين على الذكريات ديالهم قبل الموت ديالهم؟ واش كيكونوا كيحسوا؟ غنقول لكم انه ما كيحسوا، ما عندهم لا احساس، والذاكره عندهم زيرو، يعني ما كيفكروش اصلا، كيكون مجرد جسد مسكون
ديال هذاك الساحر هو اللي كيتحكم فيه كيف ما بغى. وبزاف ديال الناس مورا ما كيموت لهم شي واحد في هذه الدول اللي كيستعملوا الفودو بخصوص في هذه ديال الزومبيز، فهما كيبقاو جالسين حدا القبر ديال الميت ديالهم وما كيتنتقوش من حداه. والدول كيديروا مجموعه من الحراس لهاد المقابر هادو، وكاينين بعض الناس اللي كيحطوا حجر كبار بزاف فوق القبور ديال الناس اللي ميتين لهم باش هاد السحره هادو ما يمشيوش وما تخولش لهم النفس ديالهم انهم يحاولوا يستعملوا هذيك الجثه ديال داك الشخص شي حاجه اللي ما هياش. واحد من المواضيع الاخرين اللي غادي ندويو عليهم واللي كيقدر السحر الفودو يوصل لهم، وبزاف منكم غادي يكون هو كيتفرج في الفيديو غارق وفي نفس الوقت كيفكر في هذا البلان هذا وضربت ليه هاد النوتيفيكاسيون هادي في دماغه، غادي يقول لك ولكن هاد السحره هادو الا مثلا بغاو يضروا شي شخص واحد اخر يعني شنو الحوايج اللي غادي يقدروا؟ واش غيبغيو سليب ديالو شعرو شنو؟ غادي نقول لكم باللي بسحر الفودو حتى حاجه من هذا الشيء ما غادي يقدر يكون محتاج هذاك الساحر، بالعكس غادي يكون محتاج فقط دميه الفودو ومجموعه من الابر اللي كيكون بالوخز ديال ديك الدميه بهم وشميعات ولا عافيه اللي كيقطرها على هذوك الدمى، زائد مجموعه من التعاويذ ومجموعه من المحلولات اللي كيقوم بالرش ديالها على هذيك الدميه ديال الفودو. وهنا اللعنه كتوصل للشخص المطلوب او الشخص اللي مطلوب منه انه يقوم بالايذاء ديالو، وهذاك السيد او هذيك اللعنه تقدر توصل حتى للموت. اخر نوع من سحر الفودو اللي غندوي عليه فهو اللي كيتستعمل في مباريات كرة القدم وفي الانتخابات التشريعية السياسية. غادي نقول لكم انه في مباريات كرة القدم سحر الفودو كيقدروا يرشوا على الشباك ديال المرمى ديال شي حارس باش حتى شي كرة ما تدخل، وبزاف ديال لي ماتش المغاربه غادي يكونوا عايقين وشايفين هاد البلانات هادو كيقولوا بلي هذاك الساحر رش شي حاجه على الشبكه ديالو او راه خدا شي حاجه وحطها حدا البرا ديالو. وبزاف من اللاعبين كيدخلوا في مجموعه من المناوشات باش ما كيخليوش دوك اللاعبين الافارقه يديروا بحال هاد البلانات هادو، وبزاف ديال لي ماتش سوا ديال الرجاء الجيش ولا الوداد كيوقعوا فيهم هاد البلانات هادو. زائد الماتش اللي ضرب ليا في دماغي واللي غيضرب لكم كاملين في دماغكم هو الماتش ديال البنين كونتر المغرب في الكوب دافريك. هاد الطقوس كيوقعوا في البنين، وغادي نقول لكم انه ماشي بعيد ان زياش حتى هو من اللاعبين ومن الناس اللي تعرضوا لسحر الفودو، وداك الشيء علاش البيلانتي ديالو ضربات في البرا وخرجات. اما بالنسبه للانتخابات السياسيه فهاد السحره هادو كيعاونوا اي واحد كيعطيهم مبالغ طائله من الاموال والفلوس باش يربح، وباش هذاك الساحر كيقوم بسحر الناس كاملين ديال ديك البلاصه باش هذوك الناس بلا عقل بحال الحماق كيمشيو وكيصوتوا على داك السيد او ديك السيده اللي بغاوها تربح يعني بلا حتى ما كيفكروا جثه بلا دماغ. القصه ديالنا او الفيديو ديال اللي كيدوي على سحر الفودو الاسود غادي يكون شارف على النهايه ديالو. الا وصلتي حتى لهاد البلاصه هذه من الفيديو فما تنساش ديك الجيم باش نزيدو نطوروا من المحتوى ونزيدو نبلبلوها ونفرقعوها اكثر. زائد الا وصلتي لهاد البلاصه هذه من الفيديو فكتب شي كلمه زوينه في حقنا وفي حق هذا الكونتوني هذا وحاول تشرحوا بشي كلمه زوينه، كلمه زوينه باش تاجر عليها. شكرا لك صديقي وحتى انت يا صديقاتي، وكيف العاده اللي ما عاش معنا في الظلام ما عنده ما يدير بينا من اللي شعل الضوء. بيس.